السلام عليكم ومرحبا بكم في الابيسود السادسة من بودكاست فراغ. اليوم بغيت نهضر على كلمة كبيرة في المعنى وصغيرة في الحروف: تضحية. هاد الكلمة اللي كتدخل في حياتنا بدون ما نحسو، كنعيشوها بحال شي حاجة طبيعية، كنعطيو وكنزيدو نعطيو حتى كنوليو فارغين. ولكن في شي لحظة كنوقفو كنسولو راسنا: انا علاش كنضحي؟ وعلاش كنسى راسي بعض شي مرات؟ وشكون اللي فعلا كيقدر هادشي؟ بزاف ديال الناس وخصوصا النساء كيترباو على التضحيه. سكتي، هو راه راجلك، قدري والديك بلا ما تهضري، كوني بنت مزيانه، خلي الناس مرتاحين، ضحي على ولادك، صبري، هادشي غادي يدوز. ومن بعد كتلقى راسك وسط حياه ماشي ديالك، خدمه ما كتعجبكش، علاقه كتخنقك، نفسيه منهكه، ورغبات مدفونه. انا ما كنقولش ان التضحيه شي حاجه خيبه، ولكن بالعكس، التضحيه فن نبيل. المشكل هو فاش كتولي قاعده، كتولي واجب، وكتولي بلا مقابل. انا كنضحي، ولكن فاش كنسى ذاتي وراسي وكنسكت على حقي وكنفضل راحه الاخرين على راحتي كل مره، راه ما بقاتش تضحيه، ولات اهمال الذات واحتقار ليها. انا عارفه كنكونوا خايفين من كلمه اناني، كنقولوا الا ما عطيتش غادي يقولوا انا ماشي مزيانه، انا انانيه، والا فكرت في راسي غادي نظهر بصوره قاسيه. ولكن واش راسك وصحتك واحلامك كلهم ماشي مهمين بالنسبه ليك؟ واش انت ماشي انسانه بحالهم؟ كتستاهلي الراحه، وكتستاهلي الوقت، وكتستاهلي تقولي لا بعض شي مرات. التضحيه الحقيقيه ماشي هي انك تحرقي راسك باش الاخرين يدفعوا، ولكن هي انك توازني وتعطي ولكن ما تنقصيش من راسك. انك تقولي انا نقدر نعطي ولكن راه حتى انا محتاجه، انا نعاونك ولكن بلا ما نخسر نفسي، انا نوقف معك ولكن راه عندي حدود. نقدر نعطيكم واحد المثال بسيط: مثلا كتخدمي، كتقراي، كتربي، كتساعدي، وما كتنعسيش مزيان، ما كتلقايش وقت لراسك، وما كتسمعيش شي كلمه شكر من عند شي حد، وباش ما تقلقيهم حتى شي حد كتضحكي وكتقولي انا بخير، لا باس عليا، ماشي مزيان. ولكن في الحقيقه راك مرهقه، راك عيانه، راك محبطه، وما بقى فيك لا طاقه ولا رغبه. وهادشي ماشي تضحيه، هادشي راه نزيف صامت. بغيت نشارك معكم واحد الفكره، واللي هي راه من حقك تسترجع الطاقه ديالك، من حقك تتراجع في بعض اللحظات، من حقك تخلي الناس يتعلموا ويعتمدوا على راسهم، ماشي كلشي خصك تضحي على قبله. كاين فرق كبير من بين العطاء من القلب وبوعي، والتضحيه اللي كيكون عندها شروط وتكون معقوله، والاهمال اللي كيطيحك في حد الصمت، واللي كيخليك تهمل راسك على حساب الناس الاخرين. ماشي كل طلب خصو جواب، ماشي كل مره كنوقف مع الناس ونسى راسي، ماشي كل مره العطاء كيعني الحب، راه كاين بعض شي مرات كيكون استغلال. ماشي انني اذا فكرت في راسي شي مرات تفكر ديما شنو عطيتي اليوم وشنو خديتي، وكل اسبوع خصص واحد الوقت ولا ساعه بلا خدمه بلا ولاد وبلا واجبات، تعلم تقول لا بلا ما تخاف. علم الناس كيفاش يحترموا الحدود ديالك، وتفكر ديما الا تعودتي تضحي بلا حدود غادي يوليو الناس يعتبروها واجب وماشي فضل. شكرا حيت سمعتيني، شكرا حيت كنتي صادق مع راسك. ما تنساش راه ماشي انانيه تفكر في راسك، اللي عنده حب حقيقي غادي يفهم وغادي يحترم وغادي يعاونك تخلي التوازن. ماشي كل تضحيه صحه، كاينين تضحيات خاصها تنتهي باش نبداو نحبوا ذاتنا من جديد. شكرا.